أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بكأس الكونفدرالية الأفريقية. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن عملية القرعة والفرق المتأهلة لهذا الدور. فقبل الدخول في التفاصيل ندعوكم للضغط على زر الجرس إن يأتيكم كل جديد وزر الإعجاب إن أعجبكم هذا الفيديو. إذن بالنسبة للفرق المتأهلة لدور ربع نهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية لسنة 2019، فأنه من المجموعة الأولى تأهل كل من نهضة بركان ونادي حسنين أكادير كمغربيين في المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية فتأهل منها تونسيين وهم النادي الصفاقسي والنجم الساحلي. في المجموعة الثالثة تأهل كل من الهلال السوداني ونادي نكاتا. والمجموعة الرابعة تأهل الزمالك المصري ونادي غورماهية. هذه بالنسبة للفرق المتأهلة، يعني فرق من الدرجة العالية في إفريقيا على غرار نادي الزمالك، نادي الكبير المصري، النادي الصفاقسي المتحصل يعني على 3 ألقاب في آخر 15 سنة من كأس الاتحاد الأفريقي، النجم الساحلي كذلك لقبين آخر 15 سنة، والعديد من الفرق الأخرى سواء كانت المغربية المصرية. كما نلاحظ هنا 6 فرق عربية من جملة 8 فرق سوف تكون في الدور ربع نهائي، مما يعني أن ضمننا إلى حد اليوم فريقين عربيين في نصف النهائي، لأن هناك مواجهتين سوف تكون عربية، يعني من 4 مباريات سوف تكون مباراتين عربية 100% ومباراتين أفريقية عربية. والطرفين الذين سوف يكونون يعني أكيد في المباريات العربية هم النجم الساحلي ونادي حسنية أكادير. يعني النجم الساحلي سوف يواجه فريق مغربي من أصحاب المركز الأولى، وكذلك حسنية أكادير سوف يواجه أيضا واحد من أصحاب المركز الأولى على غرار نادي الرجاء. وما هو يعني في هذه القرعة لن يلعب فريق من بلد واحد في نفس هذه الدور، لأنه النجم الساحلي والنادي الصفاقسي لعبوا في نفس المجموعة، كذلك بالنسبة لحسنية أكادير ونهضة بركان في المجموعة الأولى. لذا كما قلت لكم مواجهتين عربيتين، وسيكون طرفهما النجم الساحلي وحسنية أكادير. إلى حين القرعة أنتم أعزائي المشاهدين، ما هي توقعاتكم؟ ما هي تعليقاتكم؟ ما هو الفريق الذي ترشحونه؟ يمكنكم ترك كل هذا أسفل الفيديو في التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله في فيديوهات أخرى.